يا حلاوتك يا جمالك، خليت لي الحلوين ايه. النهاردة بقى هنعمل حلوى الخميس 3 طبقات أحلى من بعض، جميلة جدا خطيرة يا جماعة، بمكونات ما تخطرش على بالكم أبدا. جميلة جدا و3 طبقات أحلى من بعض بصراحة. كل ما بتاكلي معلقة احنا قعدنا ناكل ونسينا خالص إن في كاميرا وإن احنا بنصور، وحياة ربنا من كتر جمالها وحلاوتها مش هتبطلوا أبدا تعملوها. خطيرة خطيرة. يلا على طول نروح نشوف عملنا ال3 طبقات دول ايه. حلاوتك يا جمالك. ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدأ الفيديو يا بنات ما تنسونيش بقى في اللايك والشير والسبسكرايب. اول حاجة حطيت كيس بسبوسة جاهز، وحطيت معلقة ونص بيكنج باودر وقلبتهم كويس. هحط بقى 3 معالق زبدة او سمنة اللي عندك مشي نفسك بيه، ونقلبها نبسها كده بالمعلقة، كله بالمعلقة، ما تحطيش ايدك خلاص لغاية ما تبقى زي حبات الرمل كده المسقية مية. عارفين انتوا الموضوع ده. هنزل بقى بنص كوباية لبن وكوباية زبادي، ما تحطيش اي حاجة تانية خالص. ونقلب بقى لغاية ما المكونات كلها تندمج مع بعض. بس طبعا البسبوسة انتوا عارفين ما بتتقلبش قوي يعني، ولا قلبي براحتك ولا يهمك، كده كده البسبوسة هتطلع خطيرة. تعالوا بقى نجيب ايه الطواجن. هاتي بقى الطواجن على عاداتكم، او اعمليها في صينيه، او اعمليها في طاجن، او اعمليها في اي حاجه اللي انت عايزاه، مشي نفسك بيه تمام. وبعد كده ندهنها زبده كويس جدا او سمنه اللي عندك مشي نفسك بيه. ونحط بقى معلقتين كبار كده وفي القاع كده بتاع الايه، بتاع الطاجن. والله يا جماعة لو جربتوها مش هتبطلوها، طلعت خطيرة بصراحة. أنا هسميها المتشخلعة من كتر حلاوتها وجمالها. طعمها حلو جدا جدا، وبصراحة كله اتجنن عليها، جميلة قوي. خلاص انا هسوي بقى، احط كده 3 معالق كده، اتوصي كده وما تبخليش. هدخلها الفرن على درجة حرارة 250 في الرف اللي في النص، مش هنولع عليها الشواية ابدا. تعالوا بقى نعمل الشربات بتاع البسبوسة. كوبايتين سكر، كوبايتين مية، معلقة سكر جلوكوز لو ما عندكيش ما تحطيش، وشريحة برتقان وكيس فانيليا. تعالوا بقى نعمل الايه القشطة الكدابة. 3 كوبايات لبن، معلقتين نشا عليهم كوباية مية، ونقلب النشا على البارد بره. وبعد كده ننزل بمعلقة قشطة كبيرة أو 3 معالق كده قشطة كبيرة. وهنزل بقى لحد بصوا ما تتقل التقل مش قوي، ما تبقاش تقيلة قوي. بعد كده نحط لها الفانيليا ونحطها في الطبق ونغطيها كده زي ما انتوا عشان تبرد زي ما انتوا شفتوا. خلاص طلعت من الفرن، دخلتها على درجة حرارة 250 في الرف اللي في النص، ما ولعتش الشواية ابدا ابدا، وطلعت بالجمال وطرية جدا. البسبوسة لوحدها خطيرة. واول ما طلعت طبعا الشربات بتاعها بيكون دافي، ونسقيها وهي سخنة والشربات يكون دافي. شايفين القشطة الكدابة؟ بصوا ولا متجمدة في بعض ولا اي حاجة، عشان حطينا على الكمية دي كلها معلقتين نشا بس، ما تكتريش نشا عشان ما تبقاش عاملة زي الكتل كده. احنا عايزينها سايحة كده عشان لما نيجي ناكل تنز كده. يا حلاوتك يا جمالك. بل البسبوسة بعد ما طلعت من الفرن طبعا سقيناها الشربات زي ما انتوا شفتوا. الطبقة الأخيرة بقى، والله العظيم يا جماعة أنا عايزة أقول لكم إن كيس الكنافة ده عندي من رمضان اللي فات، بقاله سنة في الفريزر. كنت محمراه كده وكان فايض عندي باين مش عارفة من إيه، وكنت حاطاه في الفريزر. أنا فكرت قلت والله العظيم لما مطلعاه النهارده الخميس كده وعاملة لهم بيه حلوة. وقعدت أفكر طب أعمل بيه إيه، أعمل بيه إيه، وعندي كيس بسبوسة. والله يا جماعة بصوا، بعد ما حطيت الكنافة حطيت الشربات على الوش كده زي ما انتوا شفتوا. والله العظيم يا جماعة لو جربتوها تحفة تحفة تحفة، بوم كده بتضرب في الدماغ، جميلة جدا جدا جدا. جربوها بصراحة عجبتنا جدا جدا طعمها. ولا تقولي لي هبة بقى بتاعت ابو لبن، ولا تقولي لي بقى اسمها إيه الكبسة بتاعت ابو لبن. بصوا اختراع يا كوتش، تحفة التحفة، جميلة جدا. لو وصلتي بقى لحد هنا في الفيديو ما تنسيش بقى تدعميني بلايك وتشيروا الفيديو لأصحابكم وحبايبكم عشان كله يعملها من كتر حلاوتها وجمالها. يا رب الفيديو يكون عجبكم. باي باي، بحبكم.